السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا متابعين في الدنيا. النهارده بقى انا جيت عند والدتي زي ما انتم شايفين. دي الاوضه اللي والدتي بتربي فيها الفراخ. هات مثلا الفرخ الكبير ده اسمه فرخ امهات. هكنسله عشان بصوا عندهم المكان وسخ، فانا هكنسله والمه الفرشه والم يعني ايه المكان عليه شويه عشان ايه المكان عليه واسع. يلا بقى انا عايزه كل حبايبي باللايك والاشتراك، وده مش انا محتاجه دعمكم معايا، احنا متابعين في الدنيا. الفرخ ده انا هحكي لكم عليه دلوقتي وانا بكنسله. يلا بقى انا جيت معاك اكنسلهم. يلا بقى انا جيت معاك اكنسلهم اهو يا احلى متابعين في الدنيا. بقى انا عايزه كل متابعين وكل حبايبي يلا بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك وده عشان انا محتاجه دعمكم يا احلى متابعين في الدنيا. دي نشاره عشان ما تفيش لهم اي حبه نشاره دلوقتي. شايفين ده عمره قد ايه الفرخ ده؟ شايفين الفرخ ايه؟ ده بقاله عندنا زي 6-7 شهور. كنا جايبينهم كده عيال صغيرين كبرناه بقى لحد ما خليناه ايه كبير كده ما شاء الله كده الله اكبر عليه زي ما انتم شايفين كده. اكلنا بقى عليه ناعمه صغيره ورجعنا اكلنا عليه كشنا بقى وسيبناه بقى. كان هو ديك وكان هو وديك. طب احنا الديك فسيبنا الفرخه دي لما تكبر شويه. هاتي الجدة اللي في الزبالة. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عليه السلام. يلا بقى نضفنا لها الزين. طبعا كانت واحده خدناها الفرشه قلبناها عليها شويه بس احنا هنضيق لها المكان. هفرش لها هنا شويه عشان ما تنيلش الدنيا، عشان ما تنيلش الارض. كده نحط حبه بس لا حلو كده على قدها عشان تناموا تتدفى. تناموا تتدفي يا بيضة. نموا تعضلوا كده اهو تعضلني. بصوا ضيقناها المكان بقى نحبسها. هتحبس يلا خش يا بيضة جوه.
ما هو ها مش هطلعها خد الطوبة. حط التاني. خش علينا زي ما انتم شايفين بقى. بصوا احنا كده نضفنا لها اهي وحبسناها في مكان صغير لحد ايه ما نسيبها كمان اسبوع كده ولا حاجه ايه نبقى نذبحها. يلا بقى انا عايزه كل حبايبنا وكل متابعينا يكتبوا لنا ايه رايكم بقى في يومنا النهارده وروتيننا النهارده. سكرتنا الفرخه الكبيره دي اللي هنسنلها. يلا بقى اكتبوا لي وقولوا لي ايه رايكم بقى في يومنا النهارده. يلا اشوفكم بقى في فيديو جديد.